بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بك نستعين وعليك نتوكل وأنت ربي ورب العرش العظيم. حبايبي طلاب الصف الأول الإعدادي، معظم الطلبة بتشتكي من درس محمد علي الدرس الأول والوحدة الثانية، وكذلك درس خلفاء محمد علي، ومحمد علي عمل إيه في السودان وليه راح السودان من الأساس إلى آخره. فيلا بينا نشوف الدرس بتاعنا بيتكلم عن إيه. يلا بينا نعرف. قال لك عندنا محمد علي الدور الحضاري بتاعه إيه؟ قال لك عندنا في افريقيا. قبل ما نتكلم عن دور محمد علي لازم نتكلم ان منذ اقدم العصور اهتمت مصر باكتشاف افريقيا. اقدم العصور يعني ايه اقدم العصور؟ يعني انا بتكلم عن، قال لك عندنا الفراعنه. يبقى انا بتكلم عن مين؟ عن الفراعنه، الملوك الفراعنه. قال لك كان دايما معظم الملوك بيهتموا بتامين الناحيه الجنوبيه لمصر، بيعتبروها امن قومي. بالتالي قال لك وكمان كانوا بيرسلوا بعثات استكشافيه لاكتشاف قاره افريقيا. قال لك وخصوصا في الدوله الوسطى، قال لك عشان كان هدفهم دايما التنميه الزراعيه. المهم، قال لك هنتكلم في العصر الحديث ادرك محمد علي امن مصر مرتبط بامن مجرى نهر النيل. طب يعني ايه الجمله دي؟ يعني يقصد يقول لك ان محمد علي قال انا عايز ابني دوله حديثه، عايز انمي زراعه، عايز انمي صناعه، وكذلك التجاره. قال لك عشان اعرف النهضه دي بتاعتي اقدر اعملها في مصر لازم، قال لك عندنا امن مجرى نهر النيل. يعني يقصد يقول لي اللي هو كده اهتم بالامن المائي. طب نهر النيل بتاعنا بينبع منين؟ قال لك بينبع نهر النيل بكل بساطه كده، قال لك بينبع من الجنوب الى الشمال، بينبع من الجنوب للشمال. عشان كده ان محمد علي ارسل البعثات الاستكشافيه لقاره افريقيا. قبل ما نتكلم عن الجزئيه دي لازم نسال نفسنا سؤال صغير: مين هو محمد علي؟ قال لك محمد علي اول حاجه هو اتولد فين؟ قال لك اتولد، قال لك عندنا في اليونان. يبقى هو ولد في اليونان. يعني محمد علي ما كانش مصري، عشان معظم الطلبه تقول لي محمد علي مصري. ما كانش مصري، ولد في اليونان في مدينه قولة. طب مدينه قولة دي موجوده فين؟ قال لك موجوده في شمال اليونان. موجوده في شمال ايه؟ اليونان. يبقى هو اتولد في اليونان في مدينه قولة. قولة دي موجوده فين في اليونان؟ في شمال اليونان. طب دي اول معلومه. قال لك جاء الى مصر سنه كام؟ قال لك عندنا جاء الى مصر سنه 1804 قبل كده. طب هو جاء الى مصر في الاول بصحبه الجيش. طب هو جاب جيش ليه؟ قال لك لإخراج الحملة الفرنسية من مصر. يبقى هو محمد علي جاء لمصر بجيش معاه. أيوة ليه؟ قال لك عشان يطلع الحملة الفرنسية من مصر. طب محمد علي قدر الحمد لله، طلعت الحملة الفرنسية، وإن الشعب المصري بدأ يحب محمد علي واختاروه ان هو يحكم حكم مصر. فبالتالي ان هو تولى الحكم سنة كام؟ 1805. طب هل هو تولى الحكم كان ليه اعداء؟ كان ليه ايه؟ اعداء داخلية واعداء خارجية. ايه هم بقى اللي احنا بنسميها باسم التحديات؟ تحديات ميزة بكلمة اعداء. قال لك زي ايه طبعا؟ قال لك اول حاجة التحدي الداخلي بتاع محمد علي ان هم المماليك. طب والتحدي الخارجي مين؟ الانجليز، عشان الانجليز كانوا عايزين يحتلوا مصر. يبقى تاني، يبقى ولد في اليونان في مدينة قولة، جاء إلى مصر سنة 1804. ليه؟ قال لك علشان يخرج الحملة الفرنسية من مصر. تولى الحكم سنة 1805 بدعم الشعب ليه. ماذا بعد؟ قال لك تولى الحكم واجه عدة تحديات داخلية خارجية. الداخلية اللي هي مين؟ المماليك. الخارجية اللي هي بريطانيا. وقدر يقضي على التحديات بتاعته في الآخر. قدر يقضي على التحديات بتاعته في الآخر. ننقل بقى على الجزئية اللي أنا بتاعت الدرس النهاردة. كل دي كانت مقدمة. أسباب توسع محمد علي في أفريقيا. ليه محمد علي شغل باله بأفريقيا قوي؟ ليه عمل فيها إصلاحات في القضاء؟ ليه عمل إصلاحات في التعليم، في الإدارة، في الزراعة، في الصناعة؟ ليه عمل كل ده؟ سألنا محمد علي، قال لك أول حاجة سبب سياسي. ليه محمد علي عمل توسع في أفريقيا؟ أول حاجة القضاء على المماليك. لازم يقضي على المماليك. طب هو ليه كان عايز يقضي على المماليك؟ قال لك علشان بكل بساطة، قال لك عندنا كان خايف ان المماليك، قال لك يتحالفوا مع بريطانيا ويستولي على حكم مصر.
يبقى القضاء على المماليك خوفا أن يتحد المماليك مع الإنجليز لاستعادة حكم مين؟ قال لك حكم مصر، عشان يستعيدوا حكم مصر. دي بقى القضاء على المماليك خوفا ليه؟ ان هو يتحد المماليك مع الانجليز ويستعيدوا حكم ايه؟ مصر. تاني حاجة قال لك اوسع الحدود بتاعتي، يبقى هو كان عايز يعمل ايه؟ توسيع الحدود الجنوبية. خلي بالكم ان في فرق بين كلمة توسيع وفي فرق بين كلمة تأمين. يبقى يوسع الحدود الجنوبية، يعني معنى ذلك ان هو كان عايز يعمل ايه؟ الله ينور، عايز يعمل امبراطورية خاصة بيه. يبقى هو كان عايز يعمل امبراطورية، يبقى ده الهدف السياسي، اقضي على المماليك. طب ليه اقضي على المماليك؟ قالك خوفا بان يتحد المماليك مع الانجليز فيستعيدوا حكم مصر، ووسع الحدود الجنوبية، يعني معنى ذلك انا عايز اعمل امبراطورية. السبب الاساسي بصراحة بالنسبة لي اهداف جغرافية، اللي هو ايه؟ اكتشاف منابع النيل، اكتشاف منابع النيل الاستوائية. عايز اعرف المنبع. مش احنا قلنا ان محمد علي كان هدفه التأمين، الامن المائي في الجنوب، فبالتالي قال لك ان الاهداف الجغرافية اكتشاف منابع النيل. قال لك الاهداف العسكرية تأمين الحدود الجنوبية. ثانية واحدة، انت قلتها مرتين. لا، انا بقول هنا تأمين، انا بقول هنا توسيع. لو قال لك وسع يبقى دي اهداف سياسيه، قال لك امن اهداف عسكريه. وكمان عايز اجند السودانيين. طب اشمعنى عايز اجند السودانيين؟ قال لك علشان بسبب، قال لك عندنا شهرتهم بالشجاعه في ميادين القتال، اللي هم بيقولوا ان هم كانوا شجاعين وكانوا بينفذوا الاوامر العسكريه في ميدان القتال. وفي قال لك عندنا الاخر حاجه معانا الاسباب، قال لك الاقتصاديه، اللي هو السبب الاقتصادي استثمار موارد السودان. طب يعني ايه كلمه استثمار موارد السودان؟ بصراحه استثمار بالنسبه لي معناها استغلال. معناها ايه؟ استغلال موارد السودان. انا هستغل الذهب بتاع السودان، الحديد بتاع السودان، يعني معنى ذلك انا هستغل المعادن. طب نقلب، قال لك حملات محمد علي على السودان. محمد علي في اول حاجه ما راحش لوحده، بالعكس قال لك ده اول حاجه حمله اسماعيل باشا. ثانيه واحده، قبل كده جات لي معلومه وفيها غلطني يعني قبل كده. بيقول لي ايه؟ بيقول لي اسماعيل منين ابن محمد علي وابنين حفيده؟ ازاي؟ لا، لو نركز في الاسم ان حمله اسماعيل باشا اما حفيده اسمه الخديوي اسماعيل. تفرق؟ تفرق. هنا ده ابنه، هنا ده حفيده. تاني، هنا ده ابنه، هنا ده حفيده. طب جميل جدا. قال لك طب حمله اسماعيل باشا نجحت ولا فشلت؟ نجحت. قال لك عندنا استطاع الوصول لمدينه سينار. يبقى هو قدر يضم اراضي جديده وقدر يوصل لمدينه سينار. مش بس كده، محمد علي راح بنفسه. حمله محمد علي على السودان ليه؟ قال لك عندنا لتفقد الاداره المصريه والبحث عن المعادن، وفي سبب اجتماعي يتفقد الاداره المصريه. طب ليه بيتفقد الاداره المصريه؟ قال لك علشان ان مصر كانت تابعه، قال لك عندنا للسودان. احنا خلاص بقى ان محمد علي ضم السودان خلاص، يبقى مصر كانت تابعه للسودان. وللبحث عن المعادن، ما احنا قلنا عشان يستغل الايه؟ الذهب، ويستغل ايه؟ الحديد. يبقى اللي هيستغل الحديد والذهب. وفي سبب اجتماعي. ايه السبب الاجتماعي؟ القضاء على تجاره العبيد. نقف هنا. انا عايز السبب الاجتماعي اللي انا اعمل قضاء على تجاره العبيد، تجاره الرقيق. بتاع ايه لك عندنا ان زمان كانت، قال لك عندنا الاطفال بيتباعوا في اسواق بفلوس. قال لك زي سيدنا يوسف قبل كده اتباع برضه في التجاره دي. فمحمد علي عايز يطبق قانون، عايز يخلي السودان دوله ما تكونش مشتته، ما تكونش متفرقه. فبالتالي كان عايز يقضي على تجاره العبيد تماما. عشان كده توجه ناحيه الايه؟ الجنوب. اخر رحله معانا رحله سليم القبطان.
هو ضابط بحري مصري. تاني اخر رحله معانا رحله سليم القبطان. مين ده؟ قال لك ده ضابط بحري مصري، يعني مش عثماني. ايوه، ارسل اربع حملات لاكتشاف النيل الابيض مش النيل الازرق. يبقى هو ارسل 4 حملات لاكتشاف النيل الابيض ولكنها فشلت. طب ليه؟ قال لك بسبب وجود الشلالات. يعني معنى ذلك ثانية واحدة بس، شلالات والجنادل. يعني ايه كلمة جنادل؟ يعني معناها صخور. يعني معنى ذلك ان رحلة سليم القبطان فشلت بسبب طبيعي، اللي يقول لك لأسباب طبيعية. يبقى هي فشلت ليه؟ قال لك لأسباب طبيعية. يبقى هي فشلت لسبب طبيعي. طب تعال نكمل. قال لك عندنا في عمل محمد علي أول إصلاحات. يبقى محمد علي دخل السودان خلاص الحمد لله وعمل الحملات بتاعته. أول حملة إسماعيل باشا، قال لك ده هنا ابنه قدر يوصل لمدينة سينار، وهو عمل محمد علي حملة بنفسه وراح السودان عشان يتفقد الإدارة المصرية، علشان كانت السودان، قال لك عندنا السودان هي اللي تابعة، قال لك عندنا لمصر معلش، وللبحث عن المعادن، قال لك زي الذهب والحديد، والسبب الاجتماعي القضاء على تجارة العبيد. ثم رحلة سليم القبطان، قال لك هو ضابط بحري مصري لعمل 4 رحلات لاكتشاف النيل الأبيض ولكنها فشلت بسبب وجود الشلالات والجنادل. قال لك عندنا تاني إصلاحات عملها محمد علي في الإدارة. محمد علي داخل السودان لقاها عبارة عن قبائل متفرقة متصارعة. طب أنا سؤال بسيط، أنا عايز أكون إمبراطورية ولا بكلم في غلط؟ قال لك عايز أعمل السودان دولة، عايز أوحد مصر والسودان في دولة واحدة. فبالتالي ما ينفعش عامل في مصر دولة والف في الاخر الاقي السودان متفرقه بينها نزاعات وبينها صراعات والطار والكلام ده كله. فبالتالي يقصد يقول لك محمد علي عمل اصلاحات اداريه. دخل مين حاكم السودان؟ ما كانش في حاكم السودان، كانت عباره عن قبائل. قال لك عندنا قبيله عباس، قال لك عندنا قبيله محمد، قبيله علاء، قبيله اسماعيل، وكلهم عباره عن قبائل وبينهم حاجه منتشره اسمها العادات والتقاليد، بيحكموا بالعرف وبالعادات والتقاليد. طبعا محمد علي ما جاش معاه الكلام ده سكه، فعمل ايه؟ عمل اصلاحات اداريه. قال لك عشان كده بيقول لك كانت السودان عباره عن قبائل متفرقه. عمل ايه؟ عين حكم دار يعني رئيس السودان. يبقى هو عين كلمه حكم دار السودان، يعني رئيس السودان. طب الرئيس ده ليه سلطه ايه؟ مدنيه، هو اللي بيحكم الدوله، وسلطه عسكريه. ايه السلطه العسكريه دي؟ اللي هو بيقود الجيش في الحروب. يبقى عين حاكم دار يعني رئيس لسلطة مدنية وسلطة عسكرية، كان تابع لديوان الداخلية. ديوان الداخلية اللي هي وزارة الداخلية في مصر. المهم قسم السودان ايه تاني؟ عمل ايه محمد علي؟ قسم السودان الى 7 مديريات. تاني كده، قسم السودان ل7 مديريات، لكل مديرية مدير، يعني 7 محافظات. يبقى هو قسم السودان ل7 مديريات زي ما قسم مصر، ولكل مديرية مدير. قال لك مش بس كده، وراح مقسم المديريات لأقسام، وكل اسم عين ايه؟ ناظر. يبقى هو قسم السودان ل7 مديريات وقسم المديريات لاقسام ولكل اسم ايه؟ ناظر. وطبق القانون ونشر العدل. اديني دليل اللي هو طبق القانون ونشر العدل. حاكم اهو بعض الموظفين. يبقى هو حاكم بعض الموظفين. طب ليه؟ اكيد بسبب سوء الاداره. يبقى قال لك عندنا يبقى بسبب سوء، قال لك عندنا ادارتهم. يبقى بسبب سوء ادارتهم. يبقى هو قسم السودان ل7 مديريات وقسم المديريات لاقسام، ولكل قسم ناظر، واحنا قلنا لكل مديريه مدير قبل كده. وطبق القانون، نشر العدل. طب اديني دليل. حاكم بعض الموظفين. يعني ايه حاكمهم؟ عزلهم، سجنهم بسبب سوء ادارتهم. طب مين اول من تولى حكمدار السودان؟ ابنه اللي هو اسماعيل باشا، كان اول واحد يحكم السودان واول من ياخذ المنصب ده اللي هو حكمدار السودان. يلا بينا نكمل على الجزئيه اللي بعديها. محمد علي طب عمل اصلاحات اداريه. قال لك عايز اعمل برضو تطورات
زي التطور ايه يا جماعه؟ التطور العسكري، وعمل نهضه عمرانيه، عمل تطور عسكري ونهضه عمرانيه، وعمل اصلاح قضائي في القوانين يعني. التطور العسكري ايه هو؟ عمل ايه؟ انشأ حاميات عسكريه، يعني عباره عن كتائب جيش صغيره بتبقى موجوده في بعض الاماكن، الهدف بتاعها التامين. يبقى هو عملها ليه؟ قال لك عندنا حفظ الامن والامان، يبقى هدفها حفظ الامن وكمان الامان. وكانت بتتكون من جنود، ايه الجنود؟ اكيد طبعا جنود مصريين، ومين تاني؟ وجنود سودانيين، ما احنا قلنا اللي هو جند السودانيين. قال لك عندنا واتراك، وكانوا الاتراك دول اقل حاجه في الجيش. طب اشمعنى يعني كانوا الاتراك قليلين؟ قال لك ما كانوش بيسمعوا الكلام، وما كانوش بيسمعوا القوانين او بينفذوا التعليمات بتاعتهم. يبقى تاني، يبقى هو التطور العسكري عمل لي حمايات عسكريه. سالت محمد علي ليه؟ قال لي علشان احفظ الامن والامان، وكانت بتتكون من جنود مصريين، جنود سودانيين، واتراك. طب تعالى نكمل النهضه العمرانيه. يعني ايه كلمه عمران يا محمد؟ كلمه عمران يا جماعه دي معناها مباني. تاني كده، عمران مباني، ببني مدن. والسودان كانت عباره عن ايه؟ عباره عن اراضي زراعيه. قال لك عندنا عباره عن اراضي زراعيه، قبائل. قال لك لا، ده انا عايز اعمل مدينه. مش انا عملت دوله؟ قال لك يبقى كده انا لازم اعمل عاصمه للدوله. زي مصر العاصمه بتاعتها ايه؟ القاهره. فبالتالي النهضه العمرانيه معناها انا عملت مباني. طب انت عملت ايه يا محمد يا علي؟ قال لك انا عملت عاصمه السودان، ولحد هذه الساعه عاصمه السودان اسمها مدينه الخرطوم. قال لك دي فيها ايه؟ مقر للجيش، الجيش موجود هناك. فيها مساجد، فيها مستشفيات. قال لك عندنا فيها مباني إدارية، فيها مصانع ومخازن وترسانة للسفن النيلية عشان التجارة. المهم، يبقى هو عمل لي عاصمة، عاصمتها الخرطوم، يبقى عاصمة السودان الخرطوم. دي مقر للجيش، تتكون من العديد من المباني، مساجد ومستشفيات ومباني إدارية. يعني ايه مباني إدارية؟ وزارات يعني، ومصانع ومخازن وترسانة للسفن النيلية. المهم، عمل مدينة كمان اسمها مدينة ايه؟ كسلا. مدينة كسلا دي عمل فيها ابراج وتحصينات، يعني امنها. قال لك فاصبحت من اهم المدن الاداريه، اصبحت من اهم المدن الايه؟ الاداريه. بس في تكه صغيره انا عايز اقولها، ان اقبل عليها السكان. ما خلاص اصبحت مدينه متامنه، يبقى اقبل قال لك عندنا عليها السكان. تمام، نكمل. تعالى ناخد بقى اخر حاجتين عملهم محمد علي في التطور بتاعه، اللي هو التعليم. محمد علي على فكره اهتم بالتعليم في مصر، وكذلك برضه في السودان، بس احنا درسنا النهارده عن السودان. قال لك اللي هو اهتم بالتعليم. ايه هو التعليم؟ نشر الكتاتيب، كتاب. ايام كده اسال والدك ولا والدتك في البيت يعني ايه كتاب. كانوا بيروحوا لشيخ، الشيخ ده كان بيعلمهم القرايه والكتابه، وبيعلمهم حفظ القران الكريم. قال لك فبالتالي ان محمد علي اهتم بنشر الكتاتيب جدا في السودان. يبقى ليه؟ قال لك لو جالك سؤال بما تفسر هتقول له كده: لتعليم القراءة وكمان الكتابة وحفظ القرآن الكريم. يبقى حفظ القرآن ايه يا جماعة؟ الكريم. وأنشأ المدارس النظامية. يبقى تاني، هو نشر الكتاتيب ليه؟ قال لك لتعليم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم. قال لك وانشا المدارس النظاميه. مدارس نظاميه يعني طلاب، يعني مدرسين، يعني مدير مدرسه. دي معنى كلمه مدرسه نظاميه. طب فين؟ في الاماكن الحضريه. يعني ايه الاماكن الحضريه؟ يعني يقصد يقول لك المدن اللي هو عملها، زي مدينه كسلا ومدينه الخرطوم. وارسل بعثات السودانيين، كان بيجيب الطلاب السودانيين المتفوقين في المدارس ويوديهم مصر. طب ليه؟ قال لك عشان اعلمهم. طب انت هتعلمهم ايه؟ هعلمهم في شؤون الاداره والشؤون العسكريه. اصل محمد علي كان رجل عسكري، كان راجل ديكتاتور، فكان بالنسبه له اهم حاجه الجيش. فبالتالي بقى هو ارسل بعثات السودانيين لمصر ليه؟ عشان يتعلموا شؤون الاداره والعسكريه. ومهد الطرق. مهد الطرق بين مين وبين مين؟ قال لك مهد الطرق بين مصر والسودان. يبقى هو مهد الطرق بين مصر والسودان. طب ايه النتيجه؟ قال لك زاد اقبال الطلاب السودانيين. قال لك عندنا إلى الجامع
الازهر. يبقى زاد اقبال الطلاب السودانيين للجامع الايه؟ الازهر. يبقى هو ده التعليم، يبقى هو نشر الكتاتيب لتعليم القراءه والكتابه وحفظ القران الكريم، وانشا المدارس النظاميه في الاماكن الحضاريه، وارسل بعثات السودانيين في مصر. ليه؟ عشان يتعلموا الاداره، الشؤون الاداريه والشؤون العسكريه، ومهد الطرق. النتيجه زاد اقبال الطلاب السودانيين الى الجامع الازهر. طب نكمل الجزئيه بتاعتنا، التطور الاقتصادي. قال لك ان محمد علي رجل اقتصادي طبق قانون الاحتكار، بس ده مش عليك، المهم يعني اللي هو اهتم من الاخر بالاقتصاد. طب يا عم محمد علي انت اهتميت بالاقتصاد، الاقتصاد ده بيتكون من ايه؟ قال لك بيتكون من 3 حاجات. لما بيتكون من زراعه، قال لك لما بيتكون من صناعه، قال لك واكيد بيتكون من ايه يا جماعه؟ من التجاره. خلصت. طب تمام، هو اهتم بالاقتصاد فاهتم بالتطور الزراعي. اهتم بالتطور الزراعي، عمل ايه؟ جاب المزارعين السودانيين، قال لك وبدأ يرسلهم لمصر. يبقى هو ارسل المزارعين السودانيين لمصر. طب ليه؟ علشان يتدربوا على اساليب الزراعه الحديثه. طب تمام. قال لك وايه وعمل ايه تاني محمد علي؟ قال لك اهتم بشؤون الري. طب يعني عمل ايه؟ عمل لي قناطر وعمل لي سدود وانشا نظام اسمه السواقي. السواقي اللي هي الساقيه، بتجيب الميه من باطن الارض وتزرعها وتحطها في الاراضي الزراعيه. يبقى اهتم بشؤون، قال لك عندنا الري، يبقى هو اهتم بشؤون الري. قال لك علشان، قال لك انشا قناطر وانشا السدود وانشا السواقي. ايوه ليه؟ قال لك لزياده رقعه الاراضي الزراعيه. يبقى علشان يزود مساحه الاراضي الزراعيه. وادخل، قال لك عندنا محاصيل جديده. قال لك ادخل محاصيل جديده. والله العظيم القطن وقصب السكر في السودان، ما تقوليش بن، عشان بتيجي في الاختيارات بن والطلاب بيختاروها بن. قسما بالله مش بن، هو ادخل محاصيل جديده زي القطن وقصب السكر. واحسن الانتاج الحيواني، او من الاخر بلاش الانتاج الحيواني، نخليها الاحسن الثروه الحيوانيه. طب هو ليه اهتم بالثروه الحيوانيه؟ قال لك علشان هدفها تصدير المواشي. يبقى عشان يصدر المواشي. يبقى هو احسن اهتم بتربيه الحيوان او اهتم بالثروه الحيوانيه. ايوه ليه؟ عشان يصدر المواشي. طب يا عم ماشي، تعال نكمل. قال لك عندنا، تعال نتكلم عن الصناعه. محمد علي اهتم بالصناعه، البحث عن المعادن زي الحديد والذهب. يبقى هو بحث عن المعادن. انشا المصانع زي مصانع ايه؟ الاسلحه والبارود. طب هي كانت فين مصانع الاسلحه والبارود دي؟ افكرك، كانت في مدينه الخرطوم اللي هي العاصمه. وانشا معامل لتشكيل الحديد ومصانع الاخشاب. يبقى هو بحث عن المعادن زي الحديد والذهب، فعمل عمل مصانع علشان يشكل الحديد ومصانع الايه؟ الاخشاب. يبقى هو بحث عن المعادن زي الحديد والذهب، انشا مصانع بارود واسلحه طبعا لخدمه الجيش، قال لك في مدينه الخرطوم. وانشا معامل لتشكيل الحديد ومصانع الاخشاب. طب تعال نتكلم عن التجاره. محمد علي قال لك اهتم بالتجاره. محمد علي اهتم بالزراعه والصناعه علشان يصدر بره، عشان يعمل منتجات بدل ما يستورد يصدر. فهو اهتم بالتجاره. هو امن ايه؟ امن الطرق التجاريه. ايه ده، هي كانت الطرق التجاريه مش متامنه؟ قال لك كان دايما البدو كانوا بيسرقوا القوافل التجاريه، كانوا دايما بيسرقوها، فهو حب يامن الطرق الايه؟ التجاريه. طب مين اللي كان مسؤول قدام محمد علي يامنها؟ اللي كان مسؤول شيوخ القبائل، هم اللي كانوا بيامنوا. وامنوا الطرق الملاحيه، اللي هي الملاحه فين؟ يقصد يقول لك التجاره من الاخر، قال لك في نهر النيل. يبقى عشان يتاجروا فين؟ في نهر النيل. واصبحت الخرطوم اهم مدينه، او ممكن نخليها اسم محطه تجاريه. يبقى اصبحت مدينه الخرطوم اهم ايه؟ محطه تجاريه. اما كسلة اهم مدينه اداريه. يبقى اصبحت الخرطوم اهم مدينه او محطه، قال لك عندنا تجاريه. طب تمام. قال لك طب يا عم محمد علي بعد ما طور الجزئيه، بعد ما طور السودان خالص، مين كان بيراقبه؟ قال لك اللي كان بيراقبه الدول الاوروبيه. طب الدول الاوروبيه زي مين؟ قال لك الدول الاوروبيه، قال لك زي بريطانيا، ما كانت بتكره محمد علي.
قال لك وكمان فرنسا، قال لك برضه كانت بتكره محمد علي. وكان مين بيقابله؟ مين برضه كان بيراقبه بعيد عن دول؟ السلطان العثماني. قال لك عندنا ان محمد علي بدأ يضم اراضي جديده، فبدأ يوسع الدوله بتاعته. مين خاف؟ بريطانيا، فرنسا، والسلطان. فايه اللي حصل؟ تحالفت الدول الاوروبيه مع السلطان ضد محمد علي. ايوه، ليه؟ عشان دي حته زياده اهو. قال لك بيهدد حاجه اسمها التوازن الدولي. طب يعني ايه بيهدد التوازن الدولي؟ يعني مفروض يقول لك القوي قوي من الاخر والضعيف ضعيف. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يقصد يقول لك ان ما ينفعش الضعيف يبقى قوي. القوي قوي والضعيف ضعيف. بريطانيا قويه تفضل طول عمرها قويه، فرنسا كذلك، والضعيف ضعيف. انت محمد علي اصلا تابع للدوله العثمانيه، والدوله العثمانيه في الوقت ده كانت ضعيفه. فبالتالي ايه اللي حصل؟ قال لك لا، دول هم اتحالفوا ضده واصدروا معاهده لندن. اصدروا معاهده ايه؟ لندن. طب هو لما اصدروا معاهده لندن ايه اللي حصل؟ ايه النتيجه؟ قال لك ان معاهده لندن لما عملها محمد علي النتيجه من الاخر، قال لك عندنا للاسف تخلى محمد علي عن كل الاراضي اللي استولى عليها. كل الاراضي اللي استولى عليها رجعها تاني للسلطان. طب هو خد السودان بس؟ لا، ده خد الشام وخد شبه الجزيره العربيه وخد كريت. فبالتالي ان هو اصدروا معاهده لندن، قال لك ادى الى تخلى محمد علي عن كل الاراضي اللي استولى عليها. وكمان السلطان اصدر فرمان 1841. ايه هو؟ ان حكم مصر وراثي لكل ابناء محمد علي. ايوه، اي ابناء؟ لا، قال لك الاكبر سنا من الذكور. يبقى الاكبر سنا من ايه؟ قال لك من الذكور، يعني الاكبر فيهم هو اللي يحكم. يبقى ده فرمان 1841 ده بتاع السلطان العثماني. وموقف الدول الاوروبيه اللي هي بريطانيا وفرنسا وكان معاهم السلطان العثماني تحالفوا ضد محمد علي وعملوا معاهده لندن، ادى ذلك لتخلى محمد علي عن كل الاراضي اللي استولى عليها. كمان السلطان اصدر فرمان 1841. ايه هو؟ ان حكم مصري وراثي لكل ابناء محمد علي اكبر سنا من الذكور. في مشكله؟ كده الدرس بتاعنا يكون خلص، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.